عارفه لما بتعملي سويت، الالم بتاع السويت ده والله اللي بيحصل من غشاء البكاره اقل من الم السويت بكتير. ازيكم النهارده مع الفيديو الاخير من فيديوهات ليله الدخله اللي هو فيديو الاكشن. مش معنى ان ده فيديو الاكشن ان احنا ننسى الثلاثه الاولانيين. انا اظن ان الثلاثه الاولانيين اهم من الفيديو ده. قبل ما تمد ايدك في اي حاجه اعرف ان ديت الليله للعروسه بتاعتك بتاخد انطباع عنك، يا اما انت متهور وغشيم وشخص مش لطيف، او شخص سهل وطيب ولين. تمام، فركز ان دي هتفرق معاك كتير. وساعات الست لما بتاخد عنك فكرة ما بتغيرهاش تاني، وخاصة في لحظة من اضعف اللحظات اللي هي بتكون فيها في حياتها. تقريبا ديت اهم لحظة في حياة الست. فارجوك ركز انك تسيب انطباع كويس هيفرق معاك في حياتك المستقبلية. انت دعبت وهيأتها تماما لعملية الادخال. ايه هو الوضع المناسب والطريقة المناسبة انك تعمل ادخال؟ في طريقتين لانك تعمل الحاجة دي. الطريقة اللي الناس كلها بتقولك عليها وانا كمان هقولك عليها، والطريقة بقى بتاعتي انا اللي علمها لك انت ومحدش تاني يعرفها. لو هتناسبك انا وسهلا، ما تناسبكش خليك مع الطريقة بتاع الناس التانيين. طيب اقول لك على الطريقه الصحيحه بتاع الناس التانية الصحيحه. انت هتكون واقف على الارض، علشان لما بتقف على الارض على رجليك بيكون نسبه تحكمك اكتر لما بتبقى على السرير. انت هتبقى على الارض واقف، وعروستك هتبقى نايمه على السرير. هو ده الوضع. احيانا بتحتاج هي تحط مخده او حاجه زي كده تحتيها، عشان على حسب ارتفاعك انت بالنسبه لها، او على حسب ارتفاع السرير، على حسب ارتفاع وسطك والسرير وكده. فانت هتعمل لها ايه؟ هتعمل ظبطه تظبطها على ارتفاعك انت وعلى طولك انت. حابب تعملها كلها تبقى انت على السرير وهي على السرير نفس الوضع، هي تبقى طبعا نايمه وانت الوضع المشهور اشهر وضع في العالم انت هتعمله. بس ساعات في البدايه عشان انت مبتدئ، ايوه انت مبتدئ، لازم تحط حاجه تحت ظهرها عشان ترفعها شويه، عشان يبقى الموضوع كله ايه على خط واحد. هتحط الجل، هتغرق الدنيا جل، وهتبدا تعمل الموضوع. في حاجات ممكن تحصل دلوقتي. كم حاجة ممكن تحصل للعريس، وكم حاجة وحاجة واحدة ممكن تحصل للعروسة أو حاجتين. العريس في الحالة ديت غالبا ما بيحصلوش انتصاب. أيوة الراجل ده بقاله 20 سنة مستني اللحظة دي، بس هو عشان بقاله 20 سنة فممكن بيحصل له زي ما تقول ايه. ساعات الواحد لما يكون صايم فترة طويلة ويتحط قدامه أكل ما بيعرفش ياكل، وساعات الواحد لما يكون مجهد جدا وما نامش بقاله 5 أيام لما بيحط دماغه على المخدة ما بيعرفش ينام. وساعات الواحد لما بيكون جعان جنسيا جدا ما بيحصلوش انتصاب. فوارد جدا بعد الضغط اللي في العريس والحاجات اللي حواليه دي كلها والموقف والحاجه اللي بيشوفها لاول مره واللحمه اللي بيشوف كده، فبيحصل له نوع من الايه، حاجات بتتلخبط فما بيحصلوش انتصاب. فالست المتحمسه بقى، العروسه المتحمسه بقى، ما تتخضش وتقول مش عارف ايه ده انا حظي ونصيبي ومش عارف. لا، هو الموضوع عادي جدا، جوزك زي الفل، بس ده صدمة طبيعية من الموقف اللي بيحصل. حاجة تانية ممكن تحصل انه يكون عنده انتصاب وبعد شوية لسه يدوب بيظبط وبيحط الحاجات في الحاجات بيفقد انتصابه. الموضوع ضغط كبير بالنسبة للعريس، حاجة أول مرة يتحط فيها، والحاجات دي محتاجة شوية ان تبقى ناعمة وكده. فهو تبقى ناعمة ازاي؟ أقصد ان هي تبقى تلقائية. ففي الوضع ده ما فيش تلقائيه، احنا بنعمل حاجه كاننا بنعمل عمليه جراحيه كده، فتلاقي التلقائيه راحت. فكتر التركيز ده بيخلي العريس يفصل ويفقد انتصابه. حاجه ثالثه ممكن تحصل ان يحصل له سرعه قذف، وبعد اول ما بيشوف اللحمه لحمه 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 وبيحصل له قذف. دي كلها حاجات عاديه بتحصل مع كل عرسان، نتجاوزها بهدوء جدا وحصل خير ونهدى وناخد نفسنا ونرجع تاني نعيد الكره وان شاء الله الدنيا هتمشي. طيب بتعيد الكره تاني وما حصلش انتصاب تاني، اوعك تقول مربوط. اي واحد اقول مربوط انا هقول له يعني بص، كلمه مربوط دي بتخلي العفاريت ما فيش عفاريت. تمام، ما فيش حد مربوط. اللي الربط ده مش موجود في العالم بس اللي عندنا. انا ما اعرفش العفاريت سايبه الكوكب كله. العفاريت الربيطه، ممكن يكون في عفاريت تانية بتعمل حاجه تانية هناك. العفاريت اللي بيربطوا اللي هم صناعيه الربط بتوع العفاريت سايبين الدنيا كلها ورايحين متمركزين في الشرق الاوسط وتحديدا مصر. ما فيش حاجه اسمها ربط، بلاش نصب. انت بس مصدوم وبتاخد وقتك على ما تهدى وتلم الدنيا والدنيا تمشي.
طيب ده بالنسبه للعريس. بالنسبه للعروسه وارد جدا من الخضه يحصل لها تشنج مهبلي. التشنج المهبلي دوت ممكن يتحل في ليلتها، ممكن بيحتاج كام يوم، ممكن بيحتاج كام شهر، وممكن في ناس بتقول سنين. انا مش متخصص في الجزئيه دي، بس اللي انا اقدر اقوله ان الموضوع لو ما اتحلش في خلال يومين ثلاثه على الاكثر وديا هي والعريس، ما ينفعش تنتظروا اكتر من كده، لازم تروح للدكتور. لان كل ما الوقت بيطول كل ما الامور بتتعقد. فبعد يومين ثلاثه أربعة على قد ما تقدروا تطلعوا من البيت، عشان عارف الأرياف وكلام من ده، العروسة لو طلعت من البيت بتبقى مش عارف دوشة وسمعة وكلام من ده. المهم الموضوع ما يطولش، أسبوع بالكتير ولا حاجة. لو في تشنج مهبلي ما بيتفكش بالطرق العادية، إن العريس يمسكها بالملاطفة، المناهدة والمناهدتين مهاودة والدلع والهزار وكلام من ده، وشمال ويمين كده بالمحبة. لو الدنيا ما فكتش بعد كده بقى بنروح لدكتور أو دكتورة نفسية أو أمراض نساء ونشوف المشكلة فين. الوضع بقى اللي انا اقول لك عليه ربما ينفع في حاله تشنج المهبلي، بس اصبر عليه. طيب الحمد لله انت عندك انتصاب كويس، والبنت متحمسه ومش مخضوضه، بالعكس ده هي لطيفه خالص ويلا معلم وكده، ومشحونه وعايزه تفرغ شحناتها. حاضر ايه؟ اقلع. حاضر يا زهري، بالراحه. هقلع حاضر، بس بالراحه ما تاخدنيش على الحامي كده. فانت هتبدا تحط الجل وتدخل كل حاجه في كل حاجه. عايز اقول لك انك هتعمل الحاجه دي بقى ببطء شديد جدا. عارف نبيل الحلفاوي في فيلم العسليه لما كان بيعمل العسليه كده، فاهم انت؟ ما اسموش العسليه، اسمه الفيلم اسمه الطريقه الى الاب، بس هو كان بيعمل العسليه. الفيلم ما اسموش العسليه، انا اسف. فاسف يا استاذ نبيل. هتمسك العسليه، لا الفكره هتستخدم نفس اسلوب، لا كانها قنبله وهتنفجر وانت بتسلك العسليه. انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه في الام العسليه دي. المهم عارف انت اللي هتشتغل ببطء جدا جدا جدا، وكل احاسيسك مع العروسه اللي قدامك دي، مع البنت اللي انت بتحبها، مع مراتك. هي حاسه بايه؟ مخضوضه، متوتره، اول ما تتألم ألم زياده. احنا قلنا الألم اللي بيحصل ده ألم بسيط. عايز اقول لك يا عروسه، عارفه لما بتعملي سويت، الألم بتاع السويت ده والله اللي بيحصل من غشاء البكاره اقل من ألم السويت بكتير. وانا جربت حاجه منهم، جربت السويت من باب الحب الاستطلاع يعني. الألم بتاع السويت ده، بس ما جربتش الألم بتاع البكاره، ما حصلش الشرف الحمد لله. الشكر الحمد لله، شكر لك يا رب. فعارفه الألم بتاع السويت اللي هو ده، الألم ده اكتر بكتير من ألم فض البكاره. وانا بقول لك كده ليه؟ عشان لو حسيتي بألم اكبر من كده، تحس ان ألم عايزه تصرخي من الألم، خليه يقف. ده مش ألم طبيعي. ونهدى ونجرب تاني. لو حسيتي بنفس الألم يبقى فعلا محتاجه تزوري دكتور. في ناس بيحصل لهم مصايب من الحاجات، مش مصايب، مش عايز اخوفكم، بس الموضوع بيكبر بقى وبيخش في حاجات، ونحتاج مش عايز اقول اي الفاظ تخوف حد. واخونا العريس لو الست قالت لك اقف، اتفقنا من الفيديو اللي فات تقف. انا لما بقول الست يا جماعه انا عارف ان هي بنت، بس هو اللفظ بيخني وبقول الست، بس سامحونا يعني. ست وبنت ان شاء الله المقصد واحد، هي ست هانم يعني. حتى لو بنت، حتى في الافلام القديمه لما الشغاله بتيجي بتقول الست هانم، بتبقى البنت صغيره و17 سنه ولا حاجه وبتقول عليها الست هانم. فاحنا بنقول عليها الست الهانم، العروسه. طيب انت دخلت كل حاجه في كل حاجه، بتدخل وتطلع زي ما انت شفت في الافلام طبعا، والف مبروك، والمهمه انتهت وليلتكم سعيده. حبيتوا بقى تعملوا تاني وتالت، ده بقى مش قصتي انا، قصتي بس على المرحله الاولى، وبعد كده انتوا حرين. ايوه بعد كده العروسه بتتألم في المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، بتفضل تتألم والألم بيقل كل يوم عن اللي قبله، بس هي خلاص خضت الخضه بتاعت ان في حاجه دخلت جسمها والبكاره والكلام من ده راحت، فبيفضل الألم بس. العروسه بتقدر تتعامل كويس مع الألم يعني، مفيش مشكله. الألم اللي هيجي بعد كده في المرات اللي بعد كده كأنه ألم متعارف عليه. هي دلوقتي بقى عندها ألفة من نسبة الألم دي وعارفاها وحساها، فما بيبقاش الموضوع مخيف. لأن في ليلة الدخلة أو في فض غشاء البكارة بيبقى الموضوع مش بس ألم، الموضوع خوف من المجهول، وخوف من ايه اللي هيحصل وايه نسبه الالم وكده. بس لما هي بتعرف بقى وبتعرف الموضوع، فبيبقى الموضوع بالنسبه لها عادي يعني. طيب يا سيدي، حابب انت بقى تجرب الموضوع على طريقتي انا ماليش طريقه. انا اتجوزت مره وخلاص وعملت اللي اتعمل وخلاص، ساعتها بمعلوماتي الضعيفه ما كانش فيه فيديوهات زي كده، بس انا اقول لك اللي انا شايفه دلوقتي مناسب جدا.
انت هتقف على الارض زي ما انا قلت لك قبل كده، او تبقى على السرير، نفس الوضعين اللي احنا اتكلمنا فيهم، يا اما انت على السرير يا اما انت على الارض وهي على السرير، يا اما انتوا الاثنين على السرير في الوضع الطبيعي. هي بقى هتمسكك بايديها وهي اللي تجيبك وتوديك، هي اللي تدخلك، هي اللي ده جسمها. عارف التشنج المهبلي بيحصل ليه؟ انا اقول لك التشنج المهبلي بيحصل ليه. احنا كرجاله وجزء كبير من الستات بنشوف العلاقه الجنسيه ديت علاقه لطيفه وفيها اثاره وجنس ودلع وبنشوف الشهوه اللي فيها. في ستات بقى بتشوفها، او بنات اللي هي ست الحنم، بتشوف الموضوع من زاويه مختلفه تماما، ان في كائن هيدخل حاجه جوه جسمي باحساس انا عمري ما شفته ولا حسيته، وبيقول لك في الم وفي دم. بصراحه انا اترعبت، والله ما بهزر، شيء مرعب. يعني في كائن كده ماليش دعوه بقى انسان حبيبي خطيبي، هو انسان كائن كده هيجي كده وانا اقلع وابقى عريانه كده واستسلم له ويدخل حاجه جوه جسمي. انت اتجننت، انتوا عايزين تموتوني، انا مش عايز اتجوز. موضوع مرعب، هما بيشوفوها من الزاويه دي، فطبيعي جسمها بيرفض، بيدافع عن نفسه لا اراديا، جسمها بيدافع عن نفسه. فانت عشان تتجنب كده هتخليها هي اللي بتحط حاجه في جسمها، مش انت بتحط لها حاجه في جسمها، لا. وهي بطريقتها ممكن تاخد ساعه تدخل، لا بلاش، طب حته لا خليك، بس هي اللي بتعمل، هي اللي بتتعرف، بيحصل نوع من التعارف بين جسمها ماشي وبين جسمك او عضوها وعضوك، يحصل نوع من الألفة على طريقتها هي، مش على طريقتك انت. مهما انت كنت لين، مهما كنت هين معاها، مهما كنت لطيف وكل الحب والدنيا، بص وقلوب بتمشي على الحيطان وعلى الارض، الامان النفسي والجسم لما بيعمل دفاع عن النفس ما يعرفش في الكلام ده. زي ما انت بتفقد انتصابك غصب عنك، هو جسمك بيرفض الانتصاب، الست بيحصل لها ان جسمها بيرفض التجاوب او الاندماج في الحاله دي. فانت هتقف على الارض وهتبقى عايم في ايديها كده، هي تاخدك وتوديك وتغرق الدنيا جل، تمام. وهي بقى براحتها خالص بقى، نص السكه وتطلعك بره، ربع السكه وتطلعك تاني. طب ما تتغشمش بقى وتقول يا ست انت هتقرفيني ودب وكلام من ده كده، يبقى انت جحش. بس انت مش جحش، انا بحبك واللي بيعمل كده هو اللي جحش. واكيد انت طالما بتتابع فيديوهاتنا اكيد انت مش كده، هتفضل معاها للاخر. عايزك بص صبر ايوب كده معاك وهي براحتها. اخلصي بقى، اخلصي بقى. الفيديو ده كمان للناس اللي عندها تشنج مهبلي، الست اللي هي خايفه وجسمها بيعمل سيلف ديفense كده ويدافع عن نفسه، هي لما تعرف ان هي المتحكمه وهتحط في جسمها اللي يناسبها، يعني هتحط كميه في جسمها اللي جسمها يسمح بيها. ادي لها فرصه وخليك عايم في ايديها وروح وتعالى معاها، وهي تعمل اللي هي عايزاه لغايه الموضوع هيمشي تمام. والله الموضوع متجرب وفي ناس عملته وانبسطت، كان عندهم تشنج وكلام من ده، الموضوع مشي تمام ومظبوط. وهي العروسه اللي هي الست الهانم، مجرد ان الحاجه تدخل جوه الحاجه وعرفت ان ده اخرها خلاص، يعني مفيش اسوأ من كده في نظرها، هو شيء سيء، هتقول خلاص مفيش اسوأ من كده، فجسمها بيستريح بقى، مفيش مفاجآت تانية. عامل زي ما بتاخد الحقنه، فانت كل قلقك ان الحقنه تدخل، الحقنه دخلت خلاص مفيش اسوأ من كده، فانت ايه بيجي لك ريلاكسيشن كده ان خلاص تطلع بقى براحتها. فهي لما الحاجه بتدخل في كل حاجه جسمها خلاص كده خلصنا، طيب نعملها تاني بقى، فاهم؟ وهي بعد كده تقول لك يلا بينا ندخل الحقنه في الحقنه والدنيا هتمشي تمام. طيب لقيت دم، اهلا وسهلا. وزي ما قلت لك الدم بيكون بسيط جدا، لازم يكون معاك حاجه بيضه كده، يعني منديل او حاجه بيضه عشان تمسح الحاجات وتشوف الحاجات، لان الدم ما يكونش دم احمر بيكب كده، لا ده بيكون نقطه او نقطتين او حاجه ما بتبانش، فلازم تمسح بمنديل ابيض، فاهم؟ مش هيبقى دم بينقط، عشان بس ما نجيش نتخانق ونلم الناس علينا والاخر ما فيش مشكله. انت بعد ما بتخلص بتمسح اعضائك واعضائها بحاجه بيضه، بتلاقي اللون بينك كده يعني. طيب ما لقيتش دم،
الموضوع بسيط جدا، ما تتوترش. نسبه كبيره من البنات عندهم غشاء مطاطي وحاجات كتيره ما فيهاش ان مراتك عندها مشكله. اهدى على نفسك واقعد معاها واسالها واطمن، وبعد كده ممكن تروح تشوف دكتوره تاني يوم او بعد اسبوع ولا حاجه. وملحوظه اخيره للعروسه، شارك العريس في الليله دي، هتعوديه انك شريكه معاه. لو ما شاركتوش في الليله دي هتفضلي بعد كده مفعول به في الحياه كلها، هو بقى يعمل وقت ما يحب ويتكلم وقت ما يحب. لو شاركتيه الليله دي هتفضلي تشاركيه على طول، وخاصه هو الليله دي اصلا متوتر ومش عارف يعمل حاجه، ففعلا هو محتاج مساعدتك. وانصحك تبعتي له الفيديوهات دي بتاعتنا يتفرج عليها، عشان على الاقل يتعرف على صفحتنا ويبدا يعرف حاجات جديده. ما تجيش بعد كده تقولي ازاي اخليه يتفرج على الصفحه بتاعتكم الفيديوهات وكلام من ده. فانت من دلوقتي هتبعتي له الفيديوهات دي. والف مبروك مقدما ليكم، وربنا يجعل حياتكم كلها سعاده وهنا.